ايوه يا محمد. بص يا محمد، احنا اصحاب وكل حاجه، بس موضوع الاخوان ده انا مش هتكلم فيه تاني. ايوه يا عم، هما الاخوان كده بقى لو عاجبك. حاجه تقرف. انت يا كابتن تعمل هنا ايه يا كابتن؟ عادي يعني، في مشكله؟ في مشكله، يروح امك، انت قاعد قدام الباب. الدنيا حر وجيت قعدت في الضله يعني. يلا يا عم بقى توكل على الله. قلة ادب. لما تتحر تاني يا حبيبي يبقى تعالى لي وانا كيفك. ايوه يا مي، لسه حاصل قدام مني دلوقتي موقف فظيع. واحد من اللي اسمهم الاخوان دول لسه نازل دلوقتي ومسك واحد شتمه بابوه وامه الفاظ فظيعه. يا ستي، وكل ده ليه؟ عشان قاعد قدام بيته. هما دول الاخوان، فرج يا ستي. معقوله الكلام ده؟ قالت يا ستي اللي بيقولوا على نفسهم متدينين. يلا مع السلامه. يا فتاح يا عليم، خير يا مي، ايه اللي بيحصل؟ تخيلوا واحد من الاخوان اتخانق مع واحد وضربه بالبطن في بطنه. كل ده ليه؟ علشان قاعد قصاد باب بيتهم. ولسه ياما هنشوف منهم، ربنا يستر. امال لو مسكوا البلد هيعملوا فينا ايه؟ شفت بعيني، محدش قال لي واحد من الاخوان بيضرب واحد بالنار علشان قاعد قدام بيتهم، ونقلنا الراجل للمستشفى في حالة خطيرة. الكلام ده من ساعة يا صاحبي، الراجل زمانه مات. ادي يا عم الاخوان، وبيفكروا كمان في الرئاسة. ده احنا هنشوف ايام سودة. يا عم هي جت على دي، ده انا شاهد على اللي اوسخ من كده. إيه؟ الاخوان دول قتالين دول.